السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش أول ما تفتحوا الفيديو تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا بكم، أنا اسم أماني، ولو أول مرة تشوفوا قناتي انزلوا تحت الفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيه هيوصل لكم كل وصفاتي الجديدة. النهاردة هنعمل مع بعض الكشري المصري بالطريقة الأصلية، وهيفتح نفسكم جدا على الأكل وهيكون طعمه جميل قوي، وأهم حاجة إن طعمه هيكون ألذ من أي طعم دقته بره. الكشري من الأكلات المصرية الجميلة، وفي نفس الوقت طعمه جميل جدا وقيمته الغذائية عالية، ومكوناته سهلة وبسيطة وأي حد ممكن يعمله في البيت. أول حاجة وأول خطوة معانا هنبدأ بيها البصلة بتاعتنا. هنقطع البصلة رفيع جدا وسمكها يكون رفيع جدا علشان تطلع مقرمشة معانا وجميلة. بعد كده هنضيف على البصلة معلقة خل ومعلقتين دقيق ومعلقة نشا. دي أول خطوة معانا، وهنقلب البصلة كويس جدا في الدقيق والنشا والخل علشان تنزل كل العصارة اللي فيها. هنستنى أول ما الزيت بتاعنا يسخن، وهنضيف البصلة ونحمرها كويس جدا لحد ما تاخد لون ذهبي. أنا ليه بدأت بالبصل؟ علشان أنا محتاجة الزيت بتاع البصل هعمل بيه كل الكشري عشان ياخد نفس طعم البصلة بالظبط، ويطلع معاكي ألذ كشري وأحلى كشري أكلتيه في حياتك. كده خلاص البصلة بتاعتنا أخدت اللون الذهبي. تاني خطوة معانا، احنا ماشيين مع بعض بالترتيب. تاني خطوة هنبدأ بالصلصة بتاعتنا. معايا معلقة زيت من بتاع البصل اللي انا بحمره، وهحط بعد كده معلقة توم، وهخلي التومة بتاعتنا تحمر كويس تاخد اللون الذهبي، وهقوم نازلة بالصلصة بتاعتي على طول. الصلصة بتاعتي زي ما انت حابة تحط الكمية اللي انت عايزاها. توابل الصلصة معلقة كمون ومعلقة فلفل ومعلقة صغيرة ملح. هنسيب الصلصة تغلي لحد ما تتسبك معانا ويبقى طعمها جميل. تاني خطوة هنبدأ بيها، معايا العدس البني. معايا كوباية مية مغلية سبتها تغلي على النار، وغسلت كوباية عدس، وأول ما المية غلت حطيت معاها كوباية العدس، وحطيت معلقة زيت اللي احنا متفقين ان احنا هنستعمل كل الزيت بتاع البصل. هنسيب العدس بتاعنا يستوي على النار عادي خالص زيه زي الرز. تالت خطوة معانا الرز. هناخد معلقة زيت كبيرة من زيت البصل، وهننزل عليه بالشعرية بتاعتنا. هنحمر الشعرية. لو احنا هنعمل كوبايتين رز هناخد كوباية شعرية، انا معايا كوباية شعرية على كوبايتين رز. هنحمر الشعرية بتاعتنا كويس في الزيت لحد ما تاخد اللون الذهبي، وبعدين هننزل بالرز والمية بتاعتنا والملح، وهنسيب الرز يستوي عادي خالص. رابع خطوة معانا المكرونة بتاعتنا هنسلقها. اول ما المية تغلي هننزل بالمكرونة، ومعايا المكرونة التانية اللي هي الاسباجيتي، مش هنسيبها سليمة، هنكسرها كده وبعدين هنضيفها على المكرونة التانية. هنحط المكرونة اللي هي العقل الصغننة الأول تغلي كويس، وبعدين هنحط المكرونة الاسباجيتي وننزل عليهم بمعلقة زيت من بتاع البصل ونسيبها لحد ما تستوي معانا. خامس خطوة معانا هنعمل الدقة بتاعتنا اللي هي بالشطة. هننزل بمعلقة زيت من بتاع البصل ومعاهم معلقة توم. هنحمر التومة كويس لحد ما تاخد اللون الذهبي. هننزل عليها بمعلقة شطة، هتاخد الشطة بس بتاعتنا تقليبة واحدة بس في التومة، وهننزل عليها بكوباية خل، وأول ما تغلي نشيلها من على النار على طول. آخر خطوة معايا دقة الليمون والثوم والخل. الدقة دي بتخلي طعم الكشري جميل قوي. هناخد معلقة توم صغيرة وعليها معلقة ليمون وعليها كوباية خل صغيرة، وقد كوباية الخل الصغيرة دي هناخد كوباية مية صغيرة ومعلقة كمون صغيرة ورشة ملح، وهندوب المكونات دي مع بعض كويس، ويبقى كده عملنا مع بعض دقة الثوم والخل ودقة الشطة اللي هي الحارة. وكده يبقى الكشري بتاعنا كله استوى. الرز بقى تمام، والصلصة بقت تمام، والعدس كمان بقى تمام وتشرب ميته خلاص، وبقى كمان بقى جميل جدا، والمكرونة بتاعتنا استوت خلاص، وكل حاجة بقت جميلة قوي وجاهزة للكشري. والبصل بتاعنا كمان بقى لونه ذهبي وجميل ومقرمش جدا وطعمه لذيذ قوي. وبس كده الكشري بتاعنا خلص. قدمي الكشري بالطريقة اللي انت حباها. انا عملت معاكم الدقة اللي هي بالثوم والخل، والدقة اللي هي بالشطة الحراقة والصلصة كمان، وقدمته في الطبق زي ما انتوا شايفين. يا رب تكون الحلقة عجبتكم، ولو الحلقة عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي الجديدة.
وفي آخر الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، واشوفكم في الفيديو الجاي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.